مدام جازيل مش بس مدرسة بيبا الهادية والرزينة، هي واحدة من أكتر الشخصيات الغامضة في السلسلة كلها. ولما نحط كل الأدلة جنب بعض بيبقى صعب جدا نشوفها كشخصية عادية خالص. في الحقيقة الأدلة بتوحي بقوة إن مدام جازيل ممكن تكون حاجة أقدم بكتير وأغرب بكتير، وفوق كده خارقة للطبيعة أكتر من اللي المسلسل بيقوله بشكل صريح. كل ده بدأ من فيديو موسيقي عن الهالوين اسمه مدام جازيل كان عندها قلعة، وفي بيبا وأصحابها بيحتفلوا بموسم الرعب. خلال مشهد لما بيبا زارت مدام جازيل كان فيه مراية باينة بوضوح في الخلفية. انعكاس بيبا ظهر زي ما هو متوقع، لكن انعكاس مدام جازيل مش موجود خالص، مع انها واقفة قدام المراية على طول. اللي بيخلي اللحظة دي مزعجة أكتر مش بس غياب الانعكاس، لكن كمان ردود الفعل عليه. بيبا شكلها اتفاجئت لما لاحظت ده، بينما مدام جازيل ما كانش عندها أي رد فعل خالص. مفيش أي اندهاش ولا حيرة ولا حتى محاولة تبعد عن المراية، هي بتتصرف كأنه ده طبيعي جدا. في أساطير مصاصين الدماء واحدة من أشهر الصفات هي عدم وجود انعكاس في المراية، وده بيرمز لعدم وجود روح أو انفصال عن العالم الطبيعي. التفصيلة دي مش بتحصل بالصدفة، خصوصا في برنامج أطفال كل حاجة فيه متصممة بعناية. الإحساس هنا إنه مقصود، زي لمحة هادية للمشاهدين اللي فاهمين معنى الغياب ده بالظبط. ودي ما كانتش المرة الوحيدة اللي حصلت فيها حادثة المراية. التفصيلة دي بتظهر تاني في حلقة حفلة اليقطين في الهالوين. سوزي شيب بتوري مدام جازيل لبس مصاص الدماء بتاعها بحماس، وبرضه في مراية في الخلفية. انعكاس سوزي باين بوضوح، لكن مدام جازيل مش باينة خالص في المراية. والمرة دي كمان الراوي نفسه اتكلم عن الانعكاس المفقود. ده غريب، مدام جازيل ما عندهاش انعكاس في المراية. ومش ده بس، لما سوزي قالت إنها لابسة زي مصاص الدماء، مدام جازيل قالت بشكل غريب إن ده فكرها ببلدها القديمة. مصاصة دماء؟ ده فكرني ببلدي القديمة. الجملة دي لوحدها بتفتح باب لأسئلة كتير. إيه نوع البلد اللي بتفكرها بمصاصين الدماء؟ وليه بتربط الكلمة بالحنين بدل الخوف؟ ده بيوضح إن مصاصين الدماء مش مجرد حكايات بالنسبة لها، لكن جزء من تاريخها الشخصي. بيت مدام جازيل بيدينا دليل كبير تاني. في الحلقة اللي بيبا وعيلتها بيروحوا فيها بيتها، المبنى نفسه كان غريب، ولما الشخصيات دخلوا اتزحلقوا على الأرض كأنه البيت بقاله سنين طويلة، لدرجة إنه غاص في الأرض بشكل مش متساوي. مع إن ده ممكن يكون للضحك، اللي فعلا لافت للنظر هو اللي متعلق على الحيطة. صورة أبيض وأسود بتبين شخص يعتقد إنه مستر جازيل، جوز مدام جازيل. ستايل الصورة على طول بيوضح إنها اتصورت من زمان قوي. التصوير بالأبيض والأسود لوحده بيرجعه لعقود فاتت، لكن الحلقة بعد كده بتعقد الموضوع أكتر بفلاش باك. مدام جازيل بتتكلم عن أحداث من وقت ما كانت شجرة الكريسماس اللي قدام بيتها صغيرة قوي. في الوقت الحالي نفس الشجرة دي بقت ضخمة، وعلوم الأحياء في الواقع بتقول إن النمو ده ممكن ياخد 40 سنة أو أكتر بسهولة. المشكلة إن مدام جازيل شكلها هو في الفلاش باك زي ما هي دلوقتي بالظبط. مفيش أي علامات تقدم في السن ولا تغيير في وقفتها ولا أي أثر للزمن على وشها، لكن جوزها مش موجود دلوقتي. ده بيخلق دلالة مقلقة. لو كانوا عاشوا مع بعض من زمان وهو كبر بشكل طبيعي، فغيابه دلوقتي معناه إنه عاش ومات زي أي إنسان عادي. مدام جازيل من ناحية تانية فضلت زي ما هي من غير أي تغيير، وده بيتماشى تماما مع فكرة الخلود اللي هي واحدة من أهم صفات مصاصين الدماء. هي عاشت بعد شريكة مش بس بكام سنة، لكن بعقود ويمكن بقرون كمان. وكلامها عن الخفافيش بضيف طبقة تانية للموضوع. وفي نفس الحلقة بعد كده لما اكتشفوا إن في خفافيش عايشة في الشجرة جنب بيتها، مدام جازيل علقت وقالت إنهم بيفكروها ببلدها القديمة. أصحابي، الخفافيش بيفكروني ببلدي القديمة. الخفافيش واحدة من أكثر الرموز المعروفة اللي تتربط بمصاصين الدماء. حقيقة إنها بتتكلم عنهم بألفة مش بخوف، بتدل على علاقة شخصية وعميقة. الإحساس هنا مش إنها بتتكلم عن حيوانات، لكن كأنها بتفتكر مكان أو زمن مش قادرة توصل له تاني. الأمر هو واحد من أقوى أعمدة نظرية إنها مصاصة دماء، وسن مدام جازيل دايما بيتعرضوا بشكل بيتحدى المنطق. في حلقة نجم الحضانة المشاهدين بيشوفوا فلاش باك لما مامي بيج ودادي بيج كانوا أطفال. مدام جازيل كانت مدرستهم في الفلاش باك ده زي ما هي دلوقتي مدرسة بيبا.
الفرق الشكلي بينها في الماضي ودلوقتي تقريبا مش موجود. قارن ده بشخصيات زي جدو بيج أو جدو دوغ اللي واضح عليهم علامات التقدم في السن زي الشعر الأبيض والتغيرات الجسدية. مدام جازيل مش باين عليها كده، هي علمت على الأقل جيلين من الأطفال ويمكن أكتر، ومع ذلك لسه شكلها زي ما هو وما بتتغيرش مع الزمن. وده بالظبط نفس الطريقة اللي مصاصين الدماء بيتصوروا بيها في الفولكلور، دايما شكلهم ثابت وما بيتغيرش مهما الدنيا حواليهم اتغيرت. قدراتها الجسدية كمان بتخليها مختلفة عن الشخصيات العادية. في حلقة بات أند بول مدام جازيل شاركت الأطفال في لعبة وضربت الكورة بقوة لدرجة إنها خبطت في سقف المدرسة وخرمته. ده معمول عشان الضحك، بس لما توقف وتفكر فيها هتلاقيها مش منطقية خالص. هي بتتقدم على إنها كبيرة في السن، ومع كده بتظهر قوة أكبر من أي شخص بالغ تاني في المسلسل. القوة الخارقة للبشر دي كمان من صفات مصاصين الدماء الكلاسيكية، وبتظهر هنا من غير أي تفسير أو عواقب، كأن المسلسل متوقع من المشاهدين يقبلوها وخلاص. الحلقة اللي اسمها شمس بحر وتلج ممكن تكون أكتر دليل مقنع على الموضوع كله. المدينة كلها بتروح رحلة على الشاطئ، لكن يلاقوا كل حاجة متغطية بالتلج. كل شخصية بتتصرف بالضبط زي ما كنت متوقع، كلهم بيرتعشوا وبيشتكوا وبيبعدوا عن المية المتلجة. مامي بيك بالكاد لمست البحر قبل ما تتراجع بسرعة من البرد. مدام جازيل مع ذلك نطت في المية على طول، بتعوم بهدوء وراحة وبتعلق كمان. على قد إيه المية مريحة، مفيش أي تردد ولا باين عليها أي انزعاج ولا حتى أي رد فعل يبين إن درجة الحرارة ما أثر عليها خالص. مصاصين الدم دايما بيتوصفوا إنه دمهم بارد، أو على الأقل مش بيتأثروا بدرجات الحرارة الشديدة. لما بتشوف مدام غزال وهي بتتحرك في المية المتجمدة كأنها يوم صيف دافي، ده بيوصفها بالظبط وبيخليها مختلفة عن أي شخصية تانية في المشهد. عاداتها الليلية بتضيف تفصيلة تانية مقلقة. في الحلقة اللي بيتم اختيار بيبا فيها علشان تعتني بخنازير مدام جازيل الغينية، تعليمات الرعاية بتصدم مامي وبابي بيج. القائمة بتشمل تمشيط خنازير غينيا في نص الليل، وده مش متقدم كأنه مهمة المرة واحدة، لكن كأنه طلب منتظم لازم يتعمل. بالنسبة لمعظم الناس إنك تصحى في نص الليل علشان تهتم بالحيوانات الأليفة يعتبر شيء غريب، لكن بالنسبة لكائن ليلي ده هيكون طبيعي جدا. مصاصين الدماء معروفين إنهم كائنات ليلية، بيبقوا نشيطين وقت ما الناس التانية بتنام. التفصيلة دي بتأكد بهدوء إن مدام جازيل مش بتتبع نفس نمط النوم زي باقي الناس. كمان في علاقتها الغريبة مع الثوم. في حلقة وود فلاور اتذكر الثوم البري، ومدام جازيل قالت بصراحة إنها مش بتحبه. ده الثوم البري، أنا كمان مش بحبه قوي. الجملة دي لافتة للنظر، لأنها في العادي بتظهر إنها بتشجع الأطفال يجربوا حاجات جديدة ويقدروا الطبيعة. الثوم واحد من أقدم وأشهر الحاجات اللي بتصب مصاصين الدماء في الفولكلور. مع إن بيبا بيج عمرها ما هتتكلم عن الموضوع ده بشكل جدي، بس كونها بتحدد الثوم كحاجة مش بتحبها، وده محدد زيادة عن اللزوم عشان يكون من غير معنى. بعض المشاهدين بيقولوا إنه مدام جازيل مش ممكن تكون مصاص الدماء عشان هي بتمشي في النهار، بس ده معناه إن كل مصاصين الدماء بيتبعوا نفس القوانين. كتير من التفسيرات الحديثة لمصاصين الدماء تتكلم عن تطور أو تكيف أو وسائل حماية خاصة بتخليهم يقدروا يعيشوا في ضوء الشمس. مدام جازيل ممكن تكون بتمثل نوع أقدم وأقوى من مصاصين الدماء، واحدة اتعلمت تعيش في العالم الحديث من غير ما تلفت الانتباه. هدوءها وعدم خوفها وتحكمها الكامل في البيئة حواليها بيدلوا على إنها واحدة كان عندها قرون تتأقلم وتطور حياتها. لما كل التفاصيل دي تتشاف لوحدها ممكن تبان نكت أو صدفة أو حاجات في الخلفية للضحك، بس لما يتحطوا مع بعض بيرسموا صورة متماسكة بشكل مفاجئ. شخصية ملهاش انعكاس، ماضيها مش مفهوم، شكلها مش بيكبر، عندها قوة خارقة مش بتتأثر بالبرد، عاداتها ليلية مش بتحب التوم، وعندها ارتباطات بالخفافيش فيها حنين للماضي. والوطن القديم مش مجرد مجموعة صفات عشوائية، ده وصف نموذجي لمصاص دماء متخبي جوا كرتون أطفال. بيبا بيج عمرها ما قالت لنا بشكل مباشر إنه مدام جازيل مصاص الدماء، وغالبا عمرها ما حتقول، بس هي مش محتاجة تعمل كده. الدلائل موجودة بالفعل، مستنية بهدوء في الخلفية لأي مشاهد مستعد يدقق كويس. وأول ما تشوفهم كلهم مع بعض هيبقى صعب جدا تصدق إن مدام جازيل مجرد مدرسة عادية.